تعرف الجميل ايه؟ ان الترجي نفسه ما عملش اي صفقات قبل البطوله، ما راحش جاب لعيبه بملايين علشان يظهر بشكل جيد. بدأ البطوله قدام فلامينجو، كان الموضوع صعب شويتين، انت بتلاعب فريق كبير جدا في امريكا الجنوبيه، لعب 12 جوله تقريبا في الدوري البرازيلي، هو الاجهز، هو اللي داخل البطوله بيلعب في اجواء متعود عليها، فالموضوع كان صعب يعني. كان المدير الفني بيحاول يختار العناصر اللي تكون موجوده في البطوله او تكمل معاه. خسر 2-0 ولكن قدم مستوى جيد. انا بشوف ان الترجي قدم مستوى جيد قدام فلامينجو. النتيجه الحقيقه كانت لصالح فلامينجو وكان يستاهل ده، لانه قدم برده مستوى مميز جدا وقدر يروح باكتر من فرصه وضيع. ولكن في المقابل الترجي كان يان ساسي مش قادر يظهر بشكل كبير. رودريجو برده حتى الان في البطوله مش عجبني اطلاقا. يوسف البلايلي طبعا عالمي، هو اللاعب اللي عنده الحلول. بس بشكل عام كده الترجي خسر المباراه بنتيجه 2-0 علشان في الجوله الثانيه يواجه واحده من اقوى فرق الدوري الامريكي، لوس انجلوس الامريكي، اللي عنده لوريس حارس فرنسا الكبير جدا، اللي عنده تاريخ كبير، واللي عنده جيروم مهاجم فرنسا برضه بطل العالم. فانت بتتكلم عن سكواد قوي يمتلكوا عناصر ممتازه جدا. بس ينزل الترجي بهيبته، ينزل الترجي خلاص مفيش فرص تانية، فلازم اظهر، لازم اعمل كل حاجه في المباراه دي. فالترجي نزل المباراه عارف انها فرصه وحيده فقط، مفيش حل تاني. وهنا قدم مستوى رهيب. يوسف البلايلي عمل كل حاجه في الكوره، لعيب برازيلي ولكن بهويه جزائريه، هو المتنفس للترجي. لو استلم الكوره يعرف انه يقطع امتار كبيره جدا بيها وصعب استخلاصها، وحط تحت دي خطوط كتير. واللي تابع المباراه يشوف ان يوسف البلايلي مسك لوريس تقريبا ما اتعملش كده معاه في تاريخه، يعني ما اتعملش معاه موقف بالشكل ده. يوسف بقى يقومه ويقعده ويقومه. يا اخي العقليه دي كانت زمانها بتكسر الدنيا في اوروبا، العقليه دي كانت توصل لمكانه بعيده جدا. المهم الترجي قدم مستوى هايل، ضيع اكتر من فرصه علشان البلايلي يسجل هدف الترجي في الشوط الثاني، هدف مميز جدا. استلم الكرة وداخل منطقة الجزاء، عمل فينت، سدد وسجل هدف. لوس انجلوس حاول اكتر من مرة بس الموضوع كان صعب لحد ما وصل في اخر ثواني المباراة في الدقيقة 100 تقريبا الى ركلة جزاء. ضربة جزاء هتضيع كل حاجة، كل المجهود اللي انت عملته على مدار المباراة هيضيع. ولكن حارس المرمى بشير بن سعيد بيقدر يتصدى للكوره ويقدم مستوى هايل، وتنتهي المباراه بفوز الترجي بنتيجه 1-0 على واحده من اقوى فرق الدوري الامريكي. مش هقول لك انه فريق عالمي يعني واسطوره، بس انت بتلعب فريق على ارض وسط جمهوره، بتلعب فريق يمتلك عدد من العناصر اللي لعبوا في ليفل كبير جدا في اوروبا. فالفوز نفسه مميز جدا، اول فوز لفريق عربي في كاس العالم، فدي حاجه ايجابيه بشكل كبير. الترجي بيقدر يكتسب 9 مليون بمشاركته في البطوله، 2 مليون بعد الفوز على لوس انجلوس، 11 مليون دولار. يعني يقدر في الميركاتو اللي بعد البطوله يعمل ميركاتو قوي جدا ويوصل لمراحل كبيره ويرجع للمنافسه مره تانية. ده البلان اللي عمله اداره الترجي قبل البطوله. انا مش هجيب لعيبه، كده كده مش هاخد البطوله، بس هقدم مستوى مشرف واللعيبه اللي عندي تستاهل. ورغم ان يان ساس ورودريجو واكتر من لاعب ما ظهروش بالشكل المتوقع، ولكن يوسف البلايلي عمره ما يخذلك ابدا. هو اللاعب اللي قادر يظهر في كل مكان في الملعب، هو اللاعب اللي لما بيستلم الكوره بتحس بخطوره كبيره وشكل مختلف على مستوى الفرديات، على مستوى الامكانيات والمهارات. لاعب كره شوارع حرفيا. فيوسف البلايلي انا بشوف انه لو كان احترف بدري شويه كان قدر يوصل لمكانه بعيده جدا في كره القدم، بس هو لسه بيلعب في ليفل عالي مع فريق كبير في افريقيا. اتمنى ان الترجي حتى لو موضوع مباراه تشيلسي صعب، حاول يا سيدي، حاول تعمل المفاجاه وتفوز. انت عملت مباراه امام فلامينجو تكتيكيا افضل من مباراه تشيلسي وفلامينجو اللي خسر فيها تشيلسي 3-1. فحاول، ليه لا؟ مش يمكن تعمل تاريخ كبير وتصنع تاريخ وتفوز بمبلغ مالي كبير جدا وتصعد لدور ال 16 في كاس العالم اللي هو اقوى بطوله على مستوى العالم او على مستوى الانديه في الوقت الحالي. ليه لا؟ نحاول يمكن. فكل التوفيق للترجي وان شاء الله يقدر يقدم مباراه قويه امام تشيلسي، ولو لا قدر الله الترجي ما قدرش يفوز على الاقل يقدم مباراه قويه، يقدر يسجل، يقدر يبين شكل الترجي تاريخيا في افريقيا داخل قارته يعني، ويقدر يقدم مستوى جيد باذن الله. فكل الدعم للترجي، مبروك على مباراه لوس انجلوس، وان شاء الله تقدموا مباراه كبيره امام تشيلسي الانجليزي. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي، مكملين مع كل الفرق العربيه والافريقيه في البطوله دي، وان شاء الله يفضلوا يقدموا المستوى الكبير ده ويقدموا مستوى هايل ونشرف الكره العربيه والافريقيه. وانا بقول ان الترجي فعلا عمل مكسب تاريخي في بطوله عظيمه زي بطوله كاس العالم. لسه منتظرين كتير جدا يقدموه امام تشيلسي، فاضل خطوه وحيده على الحلم،
وتوصل لاعلى ليفل ممكن توصل له على مستوى كاس العالم، وهو دور ال16 ومكاسب ماليه كبيره ونجوميه واسعه وشو كبير جدا. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي. اتمنى توحد الله وصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. اوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها سكاوت اي كيو. بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير. سلام.